السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه المعادة والدردشة. التطبيق ده مساحته 60 ميجا، محمله اكتر من 10 مليون شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات التواصل الاجتماعي اللي بيكون الغرض منها ان انت تقدر تحصل على صديق جديد، تقدر تتعرف على اصدقاء، تقدر تعمل معاهم دردشة، مكالمات صوتية، مكالمات فيديو، تقدر تفتح لايف، تقدر تنزل صور وفيديوهات والاماكن اللي انت بتسافرها او بتروحها، تقدر ان انت تلعب العاب، تقدر ان انت تتعرف على ناس جديدة من خلال التطبيق ده. ده بيكون الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق او ده الظاهري للتطبيق. الخافي للتطبيق ان ده بيكون من ضمن تطبيقات اللايفات اللي بيكون الغرض منها استغلال حاجة الشباب انهم عايزين يتعرفوا على بنات او يعملوا علاقات مع بنات غير شرعية. فبيكون في تطبيقات كتيرة موجودة بالشكل ده، بيكون الغرض منها ان هم بيستغلوا حاجة الشباب وبياخدوا منهم فلوس مقابل ان هو يقول له هخليك تتكلم، هجيب لك بنت مثلا، يجيب له بنت متصورة مثلا بصور لبس بيت مش عارف ايه، بتعمل فيديو لايف ليها، بتتكلم، بتقول له تعالى نتكلم مع بعض نتعرف على بعض، حاجات زي كده، ويتكلموا مع بعض ويفتحوا فيديوهات مع بعض علشان ياخدوا منه الاشتراك. وكل يوم مثلا او كل اثناء مكالمه تيجي فاصله مثلا مكالمه في النص وتقول له لو عايز تكمل المكالمه ادفع الاشتراك او جدد الاشتراك او حاجات زي كده كتير. فده من ضمن التطبيقات اللي انا ما برجحش الناس ان هي تتعامل معاها ولا تحملها ولا تشتغل عليها من الاساس. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق والمميزات والعيوب اللي في التطبيق. مشكلة لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رسيب في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق اكتبها في تعليقات الفيديو. فده تنويه دايما بننوه عليه في اخر كل فيديو علشان الناس اللي بتشاهد الفيديوهات بعد فترة من نزولها بيكتبوا تعليقات يقولوا انت في مميزات مش كاتبها مش قايل عليها في التطبيق، او في عيوب انت مش قايل عليها في التطبيق. بس هو بيشاهد الفيديو بعد نزوله مثلا ب8 شهور، ب10 شهور، بسنة، فده حاجة طبيعية لان التطبيق بيكون نزل عليه تحديثات كتيرة خلال الفترة دي. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم او يومين او اسبوع او حتى شهر هتلاقي كل المميزات والعيوب اللي انا قايلها على التطبيق هي اللي موجودة او هي الحقيقية اللي موجودة في التطبيق. فلو انت شفت فيديو او حابب ان انت تحمل تطبيق والتطبيق ده مشروح له، مشروح على مشروع في فيديو من فترة طويلة، وخايف ان هو يكون فيه مميزات وفيه عيوب انت مش عارفها، فاكتب لي في تعليقات اي فيديو وقول لي اشرح لي التطبيق ده من اول تاني، او راسلني على اكونت باسم مراجع برامج على الفيس او الماسنجر، وانا هعمل لك هعمل فيديو جديد للتطبيق واقول لك كل المميزات وكل العيوب وازاي تشغل التطبيق وازاي تلغي الاشتراك او تشترك في التطبيق وكل حاجة عن التطبيق. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.